واكتشف إن هو ما سابش حتة في ضهري إلا لمّا شرّحها. كل جيل بيشوف اللي بعده ضايع واللي قبله معقد. البرنامج ده بنجمع فيه كل الأفكار ووجهات النظر والخناقات دي في كل حلقة، ونحاول نفهم مين رايح فين. ازيك يا عبد الرحمن؟ تمام الحمد لله، أخبارك إيه؟ كُلّه تمام. ممكن تعرف بنفسك؟ أنا اسمي عبد الرحمن رجب، خريج السنة دي كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان. باشتغل senior barista ويعني إن شاء الله في المستقبل كده يا إما حاجة تبقى شغلي بشهادتي، يا إما هاطوّر بقى في المجال بتاعي. بتشتغل في حاجة تانية؟ لأ، يعني هو أنا عندي حاجة تانية كده كانت تبع الجامعة، برلمان شباب تبع وزارة الشباب والرياضة. عندك كام سنة؟ 24. 24. ماشي عبد الرحمن، انت قدامك 4 كروت، اختار منهم كارت وقول لي ايه اللي مكتوب فيه. تمام. relationship. بمين؟ يعني أقول الrelationship ريليشن شيب بمين؟ وحبيبتك أو حبيبك، اللي تحت يعني. اه، ايه بقى اقول؟ وأنا حاليًا والله ما عنديش relationship، يعني كنت في علاقة وما حصلش نصيب. ومفيش حاجة جديدة؟ حاليًا لأ. طيب أنت شايف من وجهة نظرك العلاقة بين الولد والبنت المفروض تبقى إزاي؟ والله هو يعني أغلب المشاكل بتبقى في البداية إن ما بيبقاش في صراحة في الطرفين، إمم، بيبدأ كل واحد يورّي التاني اللي هو عايز يشوفه، إمم، وأول ما العلاقة مثلًا بتخش في إن هي تبقى علاقة حقيقية بجد مثلًا، بيحصل بقى مشاكل، لإن كل واحد شخصيته الحقيقية بتظهر. إمم. ده بيسبب مشاكل كتير، يعني في أغلب العلاقات ممكن يظهر بعد الخطوبة، ممكن يظهر مثلًا بعد الجواز، ولمّا بيظهر في الأول يعني ده بيبقى حلو. إمم. طيب أنت دلوقتي لو مصاحب بنوتة، أنت من الناس اللي يعني تقضّي معاها اليومين وخلاص وبعد كده ما لكش علاقة بيها، والّا أنت لمّا بتخش علاقة بتبقى عارف إن نهايتها خطوبة وجواز؟ هو أنا لمّا باكلّم حد، يعني أنا ما عنديش إن أنا المبدأ إن أنا أكلّم واحدة و2 و3 في نفس الوقت. إمم، لمّا باكلّم مثلًا بنت بابقى هو هدفي كلّه إن إحنا نتعرّف وبعد كده الموضوع هيبقى رسمي. إمم. لمّا ما بيحصلش اللي هو الموضوع يبقى رسمي، ممكن إحنا ننفصل عادي خالص. وأهلك بيبقوا عارفين بده، أهلي بيبقوا والّا أنت عارفين. بتبقى محتفظ بين نفسك لحد لأ، ما هو أنا يعني عشان أنا مقتنع إن أنا ما باعملش أي حاجة غلط، فما باخبّيهاش عن أهلي. دي حاجة حلوة. طيب ممكن ناخد الكارت التاني؟ علاقتك مع ربنا. إيه علاقتك مع ربنا؟ يعني والله الحمد لله، يعني والدي سبب إن أنا من وأنا صغير كنت باحفظ قرآن. الحمد لله. فيعني علاقتي من زمان يعني مغروسة فيّا الصلاة والقرآن والعبادة. بس طبعًا يعني لمّا كبرت الدنيا بدأت تبوظ بسبب المجتمع والصحاب والسوشيال ميديا. بس هو الواحد على قد ما بيقدر إن هو بيحاول إن هو يصلّح علاقته مع ربنا على قد ما يقدر، إن هو يبقى عبد، مجرد عبد. يعني ده خلّاك إن أنت مش منتظم في صلاتك، مش منتظم في إن أنت بتقرا قرآن. آه. طب ده ليه حصل؟ عشان صحابك يعني؟ والله يعني هو أغلب الوقت بيبقى تعب، كسل، إمم، يعني الصراحة مثلًا صحاب، شغل. إمم، بس الواحد على قد ما بيقدر طول ما هو يعني عنده وقت أو عنده قدرة إن هو بيحاول يحافظ على الصلاة، إمم، بيحاول إن هو يقرا قرآن، يعمل خير، إمم، يحافظ على حاجات تانية مثلًا بينه وبين ربنا، إن إمم. هو ما يسيبش يعني ما يقطعش كل حاجة، لازم يبقى في حاجة بينك وبين ربنا دايمًا. لو في مرّة تعبت ودخلت علشان تنام وأنت سايب فرض، بتعرف تحط دماغك على المخدة وأنت مش مصلّي؟ لأ، بس هو يعني عشان أكون صريح برضه أغلب الوقت ممكن يبقى من كتر التعب بابقى عارف إن أنا غلط، بس ما باقدرش. اهم. يعني أنت دلوقتي عارف إن أنت مقصّر مع ربنا وبالنسبة لك عادي؟ لأ، ما هو مش عادي، هو ده يعني عذاب داخلي ما بيخلصش، حتى مهما إن أنا عملت مش هاقدر إن أنا أعوّض حتى اللي فات. إمم.
يعني أنت بتقول إن باباك زرع ده فيك من وأنت صغير، الزرع ده حفظت فيّا القرآن فيّا وفي إخواتي وفي إخواتك وكنت بتصلّي وكل الكلام ده، فإزاي بقى ده أنت المفروض لمّا تكبر تبقى قدوة لإخواتك كمان، لإن أنا يعني أنت قُلت إن أنت كمان عندك إخوات أصغر منك، أنت المفروض تبقى قدوة لإخواتك، مش إن أنت تسيب الصلاة فهُم بالتالي يقلدوك، فالمفروض إن أنت تبقى أحسن. هو الفكرة كلّها إن طول ما أنا مثلًا كنت في مرحلة وأنا صغير، كان السيطرة كلّها كانت بتبقى في البيت، بنسمع الكلام، أنا موجود، ما عنديش أي شغل غير دراسة. ومثلًا يعني من ضمن الحاجات السلبية اللي في المدارس، إن مثلًا وقت الصلاة بيعدّي صلاة الضهر مثلًا وأحيانًا العصر، ما بيبقاش في وقت إن أنت تصلّي. أيوه. تاني حاجة وقت الشغل لو ما فيش بديل، باضطر إن أنا أصلّي بعد وقت الصلاة نفسه. إمم. في الجامعة كذلك. ما هو ده اللي أنا قصدي أقوله لك، إمم. حتى أنت لمّا هتقعد طول اليوم في الشغل وهتروّح، أنت ما فيش إمكانية إن أنت تصلّي، بس لمّا هتروّح أو هتلاقي وقت فاضي، هتقوم هتتوضّى وهتصلّي. هو ده اللي بالضبط. أنا قصدي أقوله لك، إن أنت لازم تحافظ على صلاتك، طالما إن أنت من البداية كان باباك زارع فيك ده. هو الحمد لله يعني أنا كل يوم يعني باصلّي كل يوم، بس مش بيبقى كل الصلوات، إمم. يعني باحاول إن أنا على قد ما أقدر باجتهد طول ما أنا متاح إن أنا مش كمان إن هو متاح، يعني طول ما أنا هاقدر أصلّي باصلّي في وقته. إمم. بعد الشغل ممكن أصلّي بعد الشغل، ممكن في وسط الشغل بعد ما باروّح. أتمنى إن أنت تجاهد نفسك وترجع تواظب على الصلاة بإذن الله تاني إن إن شاء شاء الله. إيه الحاجة اللي حصلت لك في حياتك حسّستك أو وعرّفتك إن ربنا فعلًا بيحبك وواقف معاك؟ والله إن هو يعني ده أكتر حاجة بتثبت لي ده في الأشخاص اللي حواليّا. إمم. طول ما أنا بابقى مقتنع إن اللي حواليّا كويسين على قد ما هُم كويسين، على قد ما أنا باشوف منهم، ربنا بيكشف لي حقيقتهم من قبل ما أنا أتورّط أكتر من كده. الحمد لله. عايز تقول لربنا إيه؟ يعني والله أنا يعني كل اللي باطلبه من ربنا في دعائي إن هو يبقى راضي عني مش أكتر. ما هو عشان يبقى راضي عننا فلازم نحافظ على صلاتنا، صح؟ صح. إن شاء الله. ممكن تاخد الكارت التالت؟ علاقتي مع أهلي، لأ أنا الحمد لله يعني علاقتي مع أهلي كويسة جدًا، من وإحنا صغيرين كأسرة كويسة يعني سوية ما فيش مشاكل. إمم. وإن أنا يعني باحكي كل حاجة لأهلي أنا أو أخواتي وما بنخبّيش حاجة، فده دليل إن إحنا ما لقيناش كُره، ما لقيناش شِدّة، لأ بالعكس في آراء، في توجيه. فالحمد لله الواحد علاقته مع أهله كويسة جدًا يعني. أنت بتشتغل ومُعتمد على نَفْسك اعتماد كُلّي، اعتماد كلّي آه. بتصرف حاجة في البيت، أحيانًا آه. مسؤول عن إخواتك لأ هو لمّا بيحتاجوا حاجة هم منّك. مش مسؤولين منّي مسؤولية كاملة، بس كأخ كبير مسؤولين منّي. إمم. علاقتك بمامتك أقوى والّا بباباك؟ لأ هو علاقتي بالاتنين يعني قوية، بس عشان مامتي طبعًا بتبقى موجودة أكتر، فعلاقتي بمامتي. علاقتك بمامتك أكتر. إيه أكتر حاجة بتضايقك، يعني مش بتضايقك، يعني بتحس إن أنت زعلان لمّا مامتك وباباك يوجّهوك ليها؟ مثلًا حاجة في الوقت اللي إحنا فيه ده، الدنيا اتغيّرت كتير، إمم. فممكن يكونوا هُم شايفين حاجة بمنظور مختلف، بس إحنا اللي عايشينها، إمم. يعني إحنا اللي خدنا الخبرة والتجربة ليها. بس يعني أنا عايزة أقول لك على حاجة، يعني أنا زمان كانت أمي دايمًا وأبويا يقولوا لي حاجة معيّنة، وأنا كنت باشوف إن يعني لأ، أنا عايزة أعمل اللي في دماغي. إمم. لمّا كبرت عرفت إن هُم اللي صح، عرفت إن هُم كل الكلام اللي كانوا بيقولوه لأ، هُم مضبوط. أنا بقيت أعمله دلوقتي مع بنتي. أخاف عليها إنها تنزل لوحدها، ما أحبش إنها طول الوقت ماسكة تليفونات، لإن إحنا في وقتنا أصلًا ما كانش في الموبايلات والتليفونات والكلام ده كله. فهُم بيبقى عندهم وجهة نظر أحسن من وجهة نظرنا في الوقت الحالي، لإن دلوقتي إحنا في زمن مختلف عن الزمن اللي فات خالص. الأول كان في أمان وتحس إن أنت مرتاح، دلوقتي ما بقاش في الكلام ده خالص. بالضبط. طَب أنت بتقنعهم بآرائك إزاي، وهُم بيقنعوك بآرائهم إزاي؟ هو والله بنفضل نتكلم مرة و2 و3، يا إما أنا أقنعهم بقى بوجهة نظري، يا إما مثلًا أنا باسمع كلامهم. بس يعني في حاجات كتير طبعًا هُم بيبقوا صح، وفي حاجات بيبقى أنا صح، لإن أنا اللي شايف إمم. أو أنا اللي عايش الموضوع نفسه. أوكي. طيب لو جيت في مرّة ارتبطت بواحدة ومامتك وباباك قالوا لك لأ، هتعمل اللي في دماغك وهترتبط بيها؟ ما هو لأ دي على حسب الأسباب.
يعني لو أنا مثلًا أول حاجة لو مامتي وبابايا قالوا لأ، أنا ما كنتش هاختارها من الأول، إمم. لإن نفس نفس الدماغ التفكير ونفس اللي عندي الconcept. هو يعني هو اللي عندهم. إمم. فأنا لو مثلًا لمّا جيت كلمت أهلي مثلًا على بنت قبل كده، فهُم مش بيسألوني بقى الأسئلة اللي هي طب هي كويسة، لإن هُم عارفين إن أنا ما دام اتكلمت على واحدة يبقى هي فعلًا كويسة. اهم. أوكي يا عبد الرحمن، ممكن تاخد الكارت الرابع؟ علاقتي مع صحابي، هو أنا الحمد لله يعني صحابي كلّهم باحبهم وباحترمهم، يعني ليّا صحاب كتير، من أول مثلًا صحاب معايا من ابتدائي لحد صحاب لسه عارفهم من يومين، إمم. وباعامل صحابي كلّهم بنفس القدر من الجدعنة والطيبة. أي نعم عندي best friend مميزين بقى دول أكيد. لوحديهم، إمم. بس المشكلة اللي هو لو أنا باحب أعامل أصحابي يعني صاحبي ده زيي، إمم. هو ليّا نفس حقوقي ونفس واجباتي، إمم. بس أول ما باحس منّه بقى بحاجة غير كده أنا بابدأ أعامله عادي، إمم. وعمره ما هيرجع نفس المكانة دي تاني. بتعامله عادي والّا بتبعد عنه خالص؟ لأ، باعامله عادي أدام هو ما عملش حاجة تأذيني. إمم. طب حسيت في مرّة من أي حد من أصحابك إن هو حاقد عليك، هو كتير، غيران منّك، هو بيأذيك حتى بالكلام؟ كتير، كتير وحصل معايا كتير، وعملت إيه؟ في الشغل وفي المدارس وفي الجامعة. وإيه اللي أنت عملته؟ والله يعني هو لو آخر حاجة بالجأ لها الصراحة إن الالتجاء للعنف ده حاجة مش كويسة. لأ طبعًا. بس كان في بني آدم هو أذاني أذى نفسي كبير سنة ونُص، يضحك في وشّي، وأنا أكتر من أخوه، إمم. باعامله أكتر يعني باعمل له حاجات أخوه مش هيعملها له، إمم. وما كنتش معاه وِحِش، إمم. واكتشف إن هو ما سابش حتّة في ضهري إلّا لمّا شرّحها. إمم. بس إن أنا أبُص في عينك وأقول لك وأنت تنكر، وأكلمك أكتر من مرّة وأنت تنكر، وأنت أصلًا يعني ب كل حاجة مفضوحة، إمم. أنت اللي أنت بتكلمهم فضحوك، إمم. بس فده أكتر عقاب ليه إن هو يبقى واقف قدّامي ولا كإنه موجود. إمم. لو أنت مرتبط وحصل مشكلة بينك وبين مراتك أو خطيبتك، هتروح تحكي لحد من صحابك إيه المشاكل اللي بتحصل ما بينكم؟ لأ طبعًا استحالة، حد من أهلك؟ ممكن حد من أهلي، إمم. بس هو ممكن أحكي لأهلي لكن عمري ما هاحكي لأصحابي، طب ليه بقى عمرك ما تحكي لصحابك؟ في الأول وفي الآخر دول أهلي، إمم. لكن برضه صحابي ما ينفعش إن أنا أطلّع محتويات أو أسرار بيتي أسرار بيتك. إمم. برّه، وما إمم. ينفعش برضه أدخّل مشاكل صحابي جوّه البيت. إمم. طب هل أنت من الناس اللي لمّا تكون متجوّز هتدخّل صحابك البيت؟ وعادي وتبقوا قاعدين وسهرة واعملي لنا شاي والكلام ده كلّه؟ لأ طبعًا، لإن إحنا ابتدينا نشوف الوضع ده دلوقتي. لأ، يعني إحنا زمان ما كانش عندنا الكلام ده، كان أبويا وأمي وما فيش صاحب لأبويا يدخل بيتنا، ولو دخل يعني لو أبويا تعبان أو عندنا أي مشكلة وخلاص وانتهينا، إنما إن هو يدخل بقى والكلام ده هو كلّه أنا لأ. يعني أنا 25 أو 24 سَنة ما شُفتش والدي عمل الموقف ده، فطبيعي أنا مش إمم. هاعمل حاجة زي كده. أكيد. الفقرة دي من أقرب الفقرات لقلبي. عبد الرحمن، بعد الساعة 12:00 إيه أكتر وأخطر الأفكار اللي بتيجي لك وأنت داخل تنام وبتحط دماغك على المخدة؟ أكتر التفكير اللي بييجي في المستقبل، بتفكّر في إيه؟ اللي هو أنا هافضل يعني هاشتغل إيه، هاعمل إيه business ليّا، أنا نِفْسي أسافر مثلًا يعني يعني باحب تركيا بقى، يعني نِفْسي إمم. إن أنا أسافر تركيا، أوكي. فاللي هو أنا يعني هاعمل إيه في كل ده؟ الفترة اللي جاية مثلًا عندي خدمة عسكرية، هل إمم. أنا هاخلّص، هاخُش، هاعمل إيه؟ إمم. فكل تفكيري في الوقت الحالي اللي هو المستقبل، يعني هو ده اللي أنت بتفكّر فيه بس، بالضبط، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتيجي في دماغك لمّا تحط دماغك على المخدة. بالضبط. الماضي، ما بيجيش في دماغك الماضي؟ الماضي ده لكل حاجة، مش شرط بإن أنت يكون كان ليك حبيبة الماضي ده في كل حاجة. هو الماضي بييجي لمّا بيحصل يعني أحداث مشابهة، الواحد بيبدأ يفتكر اللي حصل، إمم. بيستفيد مثلًا
إن هو ما يقعش في نفس الأخطاء اللي وقع فيها في الماضي. وفي ايه هي حاجات الأخطاء اللي انت وقعت فيها في الماضي؟ يعني مثلا أنا الثقة الزيادة في الناس والعشم الزيادة في الناس، مم. اللي هو أنا مش بتعشم إن أنا مستني منك حاجة، بالعكس أنا كنت بتعشم إن أنا بعاملك كأخ كصاحب. مم. فأنت ما قدرتش بقى الثقة دي ولا قدرت الأخوة دي، فدي حاجة يعني بتأنب ضميري ليوم القيامة. مم. أنا ممكن تكسب محبتي وثقتي من مفيش. مم. خايف من المستقبل؟ طبعا المستقبل بإيد ربنا، بس انت خايف نعم ان انت بالله. تتصدم في المستقبل؟ خايف من اي حاجة ممكن تحصل؟ والله أنا مش خايف ولا خايف ولا إن أنا هزعل، والحمد لله متقبل بقى أيا كان المستقبل هيبقى إيه. يعني ربنا زي ما أكرمني دلوقتي وزي ما أكرمني طول حياتي ان شاء فمش الله. هينساني يعني في المستقبل. بس هو الواحد تفكيره كله إن هو يبدأ يشتغل على نفسه ويسعى، وما يبدأش إن هو يقول إن شاء الله ربنا هيفرجها. ما هو برضو إن شاء الله ربنا يفرجها، بس الواحد لازم يسعى، لازم يشتغل. اكيد ان شاء الله ربنا هيكرمك. بإذن الله. سؤال اخير عايزة اسأله لك. اتفضلي. لما بتحط دماغك على المخدة بتكون فخور بنفسك ان انت كنت بتشتغل من وانت صغير ومعتمد على نفسك وبتصرف على نفسك؟ فخور بتربية ابوك وباخلاقك؟ فخور ان انت ما بتروحش تقول لباباك اديني جنيه عشان انا عايزه انزل اقعد على القهوه مع اصحابي وانا عاطل وما بشتغلش او بعملش حاجه خالص؟ اه طبعا. بتفكر في ايه؟ آه يعني بفكر اللي أنا وصلت له في شغلي في فترة قليلة. آه يعني انا مش ما كنتش موفق في دراستي قوي، كانت حاجه خارج ارادتي. هم. بس الحمد لله يعني اكتشفت ان الاختيار اللي ربنا اختاره لي في الكليه دي كان مناسب لظروفي ساعتها، ان انا ابدا اشتغل جنب الكليه هم. ويبقى عندي بقى يعني شغل، وابدا انمي في نفسي، هم. اطلع في الشغل على قد ما اقدر وانمي بقى المهارات اللي عندي. يعني الحمد لله كنت بعمل كذا حاجه في وقت واحد، هم. كشغل وجامعه وتدريب وكورسات هنا وهنا بقول الحمد لله انا ما قصرتش في اي حاجه، وانا عملت حاجات كتير في وقت الناس ما كانتش بتعمل حاجه. لما بتشوف الشباب اللي من جيلك اللي على طول في الساحل وبيسهروا وبيعملوا ما بيشتغلوش وبيعملوا حاجات كتير، هل بتحط نفسك في مقارنة لا طبعا. خالص؟ لا، هو انا ما بحكمش على حياه حد وما بحطش نفسي مع حد في مقارنه، لان كل واحد عاش حياته بطريقته. صح. انا ممكن في اختيار ممكن اختاره وممكن ابقى معاهم في الساحل، هم. ومش شرط ان هو يعني كل اللي هناك وحشين ولا كل اللي هناك حلوين. أكيد. بس هو يعني الحمد لله الواحد بيبقى راضي ان اللي ربنا اختاره له هو ده الصح. بتحلم تعمل إيه لمامتك وباباك؟ يعني عايز تعوضهم إزاي؟ والله بحاجات كتير، يعني مهما عملت مش هعوض يعني يوم اللي هم عملوه معانا واخواتي، بس ان شاء الله في المستقبل كده ربنا يكرمنا وهنعوضهم عن يا كل رب. حاجة. يا رب يكرمك وتعوضهم كل خير يا رب. بإذن الله. عبد الرحمن، ليك عندي مفاجأة. تيجي نشوف المفاجأة إيه؟ تمام. الو. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. انا عبد الرحمن معايا دلوقتي في البرنامج وعايزاكي تقولي لعبد الرحمن كلمه. اقول له كلمه، اقول له ربنا يوفقه يا رب، امم وربنا يفتح له كل ابواب الخير ويرضيه زي ما بيرضيني انا ووالده وكده وربنا يكرمه ان شاء الله يا رب. بحق تعبه وشقاه، وهو اصلا مجتهد جدا وصبور جدا وطموح جدا. طب الحمد لله ربنا يخليهولك. يعني عبد الرحمن باربيك انتي وباباه وباخواته. اه الحمد لله. عبد الرحمن طول عمره مجتهد وطول عمره حاطط قدامه هدف يحققه، واقول لك اهم امنيه عنده ان يخلص جيشه على خير ويودينا انا وابويا نعمل عمره. بقول له يا حبيبي خليك زي الشباب، اتجوز وشوف مستقبلك. يقول لي لا ان شاء الله انت وبابا هتحجوا على ايدي. يا رب ان شاء الله ربنا ينولها له وينولها لك انتي وباباه. يا رب.
وبعدين هو في حد يعني في حد يطول يبقى عنده ابن طيب كده وحنين وعايز يطلعه يحج؟ ده الناس دلوقتي بتتمنى ان عيالهم يبقوا حنينين عليهم. لا لا لا، بصي الحمد لله الحمد لله احنا زرعنا باباهم وانا زرعنا فيهم من صغرهم. انا اول ما علمت ابني وديته يحفظ قرآن. عبد الرحمن موهوب جدا في القرآن، الحمد لله وحافظ كتير في كتاب الله. الحمد لله. فهو كل ما بتضيق بيه الدنيا بيرجع لكتاب الله، فربنا بيفتح له الابواب المقفله بحق حفظه لكتاب الله. الحمد لله، وربنا يجعله في ميزان حسناته ويخليه لك يا اللهم رب آمين. ويخليكوا ليه. اصلا مدرسينه في ابتدائي كانوا بيقولوا له سبب التفوق عبد الرحمن ان هو بيحفظ القرآن. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب، دايما ربنا يخليكوا ليهم يا رب. اللهم امين. انا متشكره لحضرتك قوي. الله يخليك. شكرا. الله يخليك. مع الف سلامه. متشكره جدا. مع السلامه. انا ما توقعتش ان حد عارف ان انا ما كدبتش. مبسوط طبعا الحمد لله. انا كمان مبسوطه والله ان انت كنت معايا، مبسوطه ان انت شاب مجتهد في جيل اصلا يعني كل واحد بيفكر في حاله وفي نفسه، ما بيفكرش في اهله، واللي عايز يخرج واللي عايز يتفسح واللي عايز يعمل كل حاجه على مزاجه. مبسوطه ان انت من الشخصيات المحترمه ربنا يخليك اللي يا رب. حافظه القرآن. اتمنى الحمد بس ان لله انت تمام. تجاهد نفسك في حته الصلاه، وربنا يكرمك يا رب. وتحقق ما تتمناه. متشكر جدا انا لحضرتك. اللي متشكره يا عبد الرحمن، ميرسي قوي. السلام.